موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بعض المزارع في ريف بلدة عين عيسى في محافظة الرقة. ومن جهته قال العقيد طلال علي سلو: الحملة ستقتصر على تحرير ريف الرقة الشمالي فقط حاليا. النظام السوري والمعارضة السورية يتبادلان قصف حي الشيخ مقصود في حلب. البابا فرانسيس الأول يدعو سكان العالم بالصلاة لضحايا مدينتي طرطوس وجبلة الأخيرة. موسكو تمنح فرصة للفصل بين النصرة وجماعات مسلحة قبل استئناف ضرباتها في سوريا. أردوغان يتوعد بعرقلة اتفاق الهجرة في حال عدم إعفاء الأتراك من التأشيرات لأوروبا. مقتل 4 جنود أتراك في انفجار لغم أرضي جنوب شرقي تركيا. هجوم بالقنابل الحارقة على جمعية كردية في مدينة مرسين التركية. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.